السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. موضوع النهاردة هو موضوع كمية أو مخزون السائل المنوي عند الرجل. هل الكمية دي بتخلص أو بتنفذ من كثرة العلاقة أو كثرة أو من العادة السرية؟ الإفراط يعني في العلاقة أو في العادة بيقلل أو بيضعف السائل لدى الرجل. يعني السائل ده ممكن يخلص أو ممكن ينتهي. في فيديوهات كتير طبعا شفتها بتتكلم عن استعادة السائل ورجوعه زي الأول وكلام من ده كله. فطبعا الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة. السائل دايما بيتجدد باستمرار. حتى في العلاقة ما بينزلش السائل كله، يعني ما بينزلش بنسبة 100%. لا، بينزل جزء كبير طبعا وبيتبقى جزء. لو حصل علاقة تانية بينزل بقية السائل، وبيتم إنتاجه باستمرار على دفعات 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 متتالية. إن كانت حتى العملية بتاعت إنتاجه معقدة شوية، مش عاوزين نشرحها ونتعمق فيها، اللي ممكن بتاخد أيام طويلة، ولكن في دفعات. يعني مش لو فقدت السائل فبتستنى بقى 50 60 يوم ولا 70 يوم لحد ما يجي سائل جديد. لا طبعا مفيش كلام من ده. طبعا بيتم إنتاج دفعات 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 على مدار الساعات يعني. آه، طبعا وزي ما قلنا ما بينزلش السائل بنسبة 100%، ما بينزلش كله. آه، بس فما فيش حاجة اسمها مثلا كثرة العلاقات أو العادة السرية بتأثر على السائل المنوي وبتضعفه وما بيبقاش موجود أو بيقل، بيبقى قليل جدا. ما فيش حاجة اسمها كده طبعا. آه، كل دي كلام يعني كلام ملوش أي أساس من الصحة. الهدف منه بس يعني ياخدوا مشاهدات أو يجيبوا ريتش أو رينج أو ترند أو حاجات من دي، ولكن مفيش أي حاجة من الكلام ده خالص. آه، طبعا زي ما قلنا ده بيتم إنتاجه على دفعات. آه، ما بينزلش كله. طبعا بيبقى يعني جزء وبيتم إنتاجه تاني. لو حصل علاقة بينزل فيها مثلا السائل، بعد مثلا بعد فترة قليلة بيحصل علاقة تانية بينزل سائل، ولكن بنسبة أقل من اللي نزلت أول مرة. لأن الطبيعي اللي أنت مثلا بقالك فترة فبيبقى في كمية كبيرة. فترة أيام يعني مش شهور. أنت لو قعدت سنة بدون ممارسة أو بدون علاقة هينزل كمية سائل زي لو قعدت أسبوع، زي لو قعدت يومين تلاتة، نفس الكمية. يعني مش هتزيد وتبقى حاجة كمية رهيبة جدا مثلا قد كمية البول مثلا أو كده. لا طبعا مفيش أي حاجات من الخرافات دي كلها. اه طبعا في اكلات ممكن تزود السائل. آه، في ادوية برضو. طبعا المسؤول عن الانجاب هو الحيوانات المنوية التي بداخل السائل. طبعا عدد الحيوانات ده بالملايين. فإن كانت الكمية قليلة هيبقى فيها عدد حيوانات قليل، ولكن قادر على الإنجاب والإخصاب أيضا. لأنه حتى لو الكمية قليلة برضو فيها عدد بالملايين. فاللي بيتوقف على الإنجاب هو شكل الحيوانات، سليمة أو مشوهة، آه، عددها، سرعتها. كل دي حاجات طبعا بتبان في التحليل. تحليل السائل المنوي في معامل التحاليل وتحت الفحص بالميكروسكوب. ده اللي بيبين القدرة على الإنجاب، إن كانت المشكلة من الزوج أو من الزوجة. آه، لو من الزوج طبعا الزوجة طبعا ليها يعني تحاليل تانية وحاجات تانية. الزوج طبعا بيتعمل له تحليل سائل منوي، بيشوفوا الكمية والعدد وسرعتها والتشوهات اللي فيها. في حيوانات مشوهة وفي حيوانات مش مشوهة. ده اللي بيأثر على الإنجاب. طبعا 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 لو الكمية كبيرة أكيد طبعا هيبقى فيها عدد حيوانات كبير جدا. لو الكمية قليلة بيبقى فيها عدد حيوانات أقل. بس العدد اللي احنا بنتكلم فيه ده بالملايين. بغض النظر هو كام، طبعا النسبة بتختلف،
بس ملايين ملايين كتير جدا، يعني عدد لا يحصى. فطبعا آه، حتى لو الكمية قليلة برضه، لو الحيوانات اللي فيها صحيحة أو يعني مش مشوهة والحركة بتاعتها سريعة و آه، كويسة يعني، فطبعا هيحصل إنجاب حتى من كمية قليلة عادي. ده طبعا احنا بنتكلم على الكمية، ولكن انت كده كده السائل بيتجدد زي ما قلنا باستمرار. مفيش حاجة اسمها السائل بيخلص أو المخزون بينتهي. طبيعي طبعا الكثرة هتقلل من إنتاج السائل، ولكن لو ريحت يومين بيرجع الكمية زي ما هي، لو ريحت يوم برضو بترجع الكمية زي ما هي. انت بتتكلم يعني يعني مش معنى ان انا مثلا قعدت اسبوع بمارس مثلا كل يوم فخلاص كده ما هيبقاش عندي سائل. وخلاص الموضوع هبقى خلاص شخص بلا سائل او رجل بلا سائل. طبعا ده كل ده كلام ملوش اي اساس من الصحة. شفت فيديوهات كتير عن الكلام ده، استعادة واسترجاع وحاجات من دي. هو كده كده بدون اكلات وبدون أدوية وبدون حاجة، طالما أنت راجل صحيح وحيواناتك المنوية أو السائل المنوي بتاعك صحيح وقادر على الإنجاب، فأنت بتعوض من نفسك، يعني مش محتاج أي تدخل للاسترجاع والحاجات من دي، لأن هو كده كده هتسترجعه يعني أوتوماتيك من ربنا، يعني رباني. مفيش محتاج تدخل أو محتاج حاجة، إلا في حالات اللي هي بيبقى فيها مثلا تشوه، في تشوه في الحيوانات، في حاجات من دي. طبعا دي الحاجات أو العدد قليل بتبقى محتاجة بقى مع تدخل عمليات حقن مجهري أو حاجات من دي، أو محتاجة علاجات أو حاجات من دي طبعا كلها. بس ما نقدرش نحكم بيها إلا بتحاليل. آه، بس اتمنى تكون الرسالة يعني وصلت في الفيديو ده، اللي ما تقلقش وعيش حياتك زي ما انت عايز تعيشها، يعني الصح يعني. وما تحطش في دماغك اللي فيه سائل بينتهي او حاجة من دي طبعا خرافة. مفيش ليها اي اساس من الصحة. في نهاية الفيديو ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، وعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد منه. آه، وإن شاء الله نلتقي في مواضيع تانية إن شاء الله. أي استفسار ممكن أجاوبك عليه في الكومنتات، أي موضوع محتاجين نتكلم فيه أو كده ممكن تكتبوه برضو في الكومنتات ونتكلم فيه في حلقات تانية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.